تخيل معايا وانت واقف عادي في مكانك، فجأة تلاقي كل حاجة حواليك بتبدأ تطير. بنلاقي ان كل العربيات بتتحول لصواريخ والناس كلها بتتحدف في الهواء، وكمان المحيطات بتبدأ تتحرك من مكانها. هنلاقي ان الارض وقفت. في الفيديو ده هنتكلم عن واحدة من اغرب السيناريوهات اللي ممكن تحصل للبشرية، واللي لو حصل فعلا مش هنكمل دقيقة واحدة على قيد الحياة. الارض بتلف حوالي 1670 كيلومتر في الساعة، واحنا مش بنحس بالحركة دي لاننا بنتحرك معاها. عامله كده زي بالظبط اكنك راكب عربيه ماشيه بسرعه، والحركه دي اسمها الدوران المحوري، ودي بتبقى السبب في تعاقب الليل والنهار. لكن تخيل لو حركه الارض دي وقفت فجاه، ايه اللي ممكن يحصل ساعتها؟ كل حاجه على سطح الارض بتتحرك بنفس سرعه دورانها، يعني مثلا جسمك والمباني والبحار وكل حاجه. ولو الارض وقفت فجاه، الجسم بتاعك هيكمل في اتجاه الدوران بسرعته الاصليه. عامله كده لما تكون راكب عربيه ماشيه على 160 وفجاه حد فرمل والمحيطات هتتحول لامواج عملاقه، عامله كده زي امواج تسونامي. وكمان تعاقب الليل والنهار هيتوقف، يعني في نص الكوكب هيعيش في نهار دايم، وفي نص التاني هيعيش في ليل دايم. وكمان العلماء قالوا ان احتمال توقف الارض فجأة ده احتمال صفر تقريبا، وده بيدل على لطف ربنا بينا. وكده الفيديو بتاعنا خلص. كان معاكم عبد الرحمن ايمن، واللي يقينا اخر في معلومة جديدة. سلام.